يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو. المهم يعني ان يومكم يكون مليان بالسعاده والتفاؤل وراحه البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. ايه رايكم نعمل مع بعض النهارده اللحمه بطريقه بسيطه جدا وسهله؟ مش هقول لكم بقى بمكونات ما فيهاش اي افتكاسات، لان هي يعتبر ما فيهاش مكونات خالص غير اللحمه بس. كل اللي اقدر اقوله بجد ان هي ما بتحتاجش منك ولا وقت ولا مجهود ابدا. اما ريحتها وطعمها فبجد ولا احلى، ولا هنسلق بقى ولا هنحمر ولا هنشوي ولا الكلام ده خالص. والاحلى كمان في الوصفه دي انك تقدري تاكليها مع الرز او بالعيش، تعملي جنبها شويه بطاطس شويه ملوخيه، او تاكليها هي بس بصوص القمر بتاعها ده، لان بجد بيكون طعمه حلو جدا. مش لازم يعني كل مره اعمل فيها لحمه لازم اعمل جنبها حاجات كتير، خضار بقى او طواجن، محتاجين تغيير شويه. فالوصفه دي تعمليها لما تكوني عايزه تعملي لهم غدا حلو بس مش عايزه تقفي كتير ولا تستخدمي حاجات كتير. يلا بقى نشوف الوصفه القمر دي عملناها ازاي. بس كالمعتاد عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في حله وعلى نار عاليه وحطيت فيها قطع صغيره من الدهن، وهقلب فيها كده شويه لغايه لما الدهن ده يسيح. وطبعا لو ما عندكيش دهن تقدري تستخدمي معلقتين كبار من السمنه البلدي او الزبده او اي نوع سمنه انت بتستخدميه. بس انا بصراحه لما بيكون عندي دهن بحب استخدمه لان بيكون صحي اكتر. ولما الدهن ده بقى يسيح والنار برضو تكون عاليه جدا هنزل بقطع اللحمه بتاعتي. انا بنزل باللحمه والنار عاليه علشان انا عايزه اخدها طبه. وبعدين قلبتها شويه ونزلت بقى عليها بتوابل اللي هي توابل الصحيحه، ورق لورا، قرنفل، حبهان، كبابه صيني، وليمون مجفف لو عندك. بس انا كنت طحنه الليمون المجفف بتاعي فحطيت منه نص معلقه صغيره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من السبع بهارات، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، رشه من جوز الطيب. عندك قرفه خشب حطي، ما عندكيش حطي نص معلقه صغيره من القرفه البودر، وكمان معلقه صغيره من البابريكا. وكمان حطيت معلقتين كبار من صلصه الطماطم، معلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر الحلو او الحار، انا عملتها معاكم قبل كده. وهقلبهم مع اللحمه كده تقلبتين. وبعدين حطيت قطع صغيره من الفلفل الاحمر وكمان الفلفل الاخضر الحار، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم. واستخدمت كمان طماطميه وقطعتها لقطع صغيره. وده زعتر فريش عندك منه حطي، ما عندكيش ممكن تستغني عنه. وكمان التوابل الصحيحه اللي انا حطيتها دي لو انت ما عندكيش منها صحيح ممكن تحطي بودر. وهشوح بقى اللحمه مع الاضافات دي كلها كويس جدا، يعني ما تستعجليش في الخطوه دي، كل ما تشوحي اللحمه اكتر كل ما طعمها بيكون احلى. وبعدين هنزل على اللحمه بالميه السخنه. المهم ان انت ما تزوديش قوي في الميه علشان احنا مش عايزين شوربه، يعني يا دوب تغطي اللحمه بس بالميه السخنه. ولما لقيت اللحمه بتاعتي قربت تستوي ظبطت الملح بتاعها علشان احنا ما حطيناش ملح من البدايه علشان ما ياخرش مده التسويه. وبالمناسبه انا استخدمت كيلو ونص من اللحمه، والحلو كمان في الوصفه دي انك تقدري تستخدمي اي نوع لحمه انت بتفضليها، عجالي بقى، ضاني، وكمان بتنفع جدا مع اي قطعيه لحمه. وبما اننا بقى بناكل اللحمه المتشوحه الناشفه دي بالعيش فحبيت اعمل جنبها كده شويه ملوخيه ناشفه. فتعالوا بقى نعمل شويه ملوخيه ناشفه كده بطريقه امهاتنا وجدتنا الحلوه المسكره قوي دي اللي بتطلع بجد ولا احلى، وريحتها بتجيب لاخر الدنيا. انا في حله صغيره على النار وحطيت فيها معلقه كبيره مليانه كده من السمنه البلدي. لما السمنه ساحت نزلت عليها ببصلايه يكون حجمها صغير وكمان مفروم ناعم او مبشوره. وبعدين قلبت بقى البصلايه الصغيره دي في السمنه البلدي شويه. المهم انا مش عايزه البصل ياخد لون غامق. وبعدين نزلت بمعلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم وقلبتهم مع بعض كويس. ولما ريحه الثوم تظهر نزلت عليه بطماطميه صغيره مبشوره او مفرومه ومتصفيه، المهم يعني ان هي تكون من غير قشر. وعلشان الملوخيه تطلع زي ما بنقول كده حرشه شويه وطعمها حلو حطيت قطع صغيره من الفلفل الاخضر الحار. وهسيب بقى الحله على نار هاديه او متوسطه. المهم يعني انا عايزه الطماطميه دي تتسبك كويس جدا. بعد ما الطماطم تتسبك ههرسها كده شويه بالهراسه، يعني زياده تاكيد كده ان هي يكون قوامها ناعم وكمان ما فيهاش قطع علشان في الاخر الملوخيه يطلع قوامها حلو. وبعد بقى ما هرست الطماطم مع البصل والثوم والفلفل كويس جدا هنزل عليها بالشوربه. وطبعا كميه الشوربه هتكون على حسب كميه الملوخيه اللي انت هتستخدميها. حاجه بقى مهمه جدا علشان انا عارفه ان في ناس كتير ما بتحبش الملوخيه الناشفه وما بتعرفش تظبط طعمها ولا قوامها. اول واهم حاجه نوع الملوخيه نفسه لازم يكون نظيف، ما تجيبهاش من اي حد، لازم لونها يكون اخضر فاتح زي اللي انتوا شفتوه ده، لان في الاخر بنشتكي ليه الملوخيه بيطلع لونها غامق مننا لان هي من الاساس لونها مش اخضر فاتح. وانت طبعا لو بتعمليها في البيت هتكون احلى واحلى، لكن انا بصراحه بشتريها من السوق بس برضو مش من اي حد، بشتريها من الناس الحلوه بتاعتنا الفلاحين اللي كلهم مليانين بركه وخير، دول بحب اجيب منهم كل حاجه. وعلشان احنا بقى كلنا اساسنا فلاحي فالاكل ما بيحلاش غير بخيرهم، حاجتهم كلها بتبقى مليانه خير وبتبقى بطعم وريحه زمان. فالملوخيه الخضراء دي بقى ما تتجابش من اي حد. اما بقى التركيه اللي انا اتعلمتها من امي وحماتي ربنا يديهم الصحه يا رب وطولة العمر، ان انا بقى سواء بعمل ملوخيه خضراء او ملوخيه ناشفه لازم احط في طرف المعلقه كده حاجه بسيطه جدا
من كربونات الصوديوم اللي هو البيكنج صودا، واقلبها مع الملوخيه. بجد بتفرق جدا جدا في قوام الملوخيه، بتخلي الملوخيه ليها عرق كده وبتكون حلوه جدا. حاجه برضو مهمه جدا علشان كتير مننا بيقع فيها، انك دايما خلي كميه الشوربه قليله قبل ما تحط فيها الملوخيه، وبعدين لما تنزلي بالملوخيه في الشوربه وتقلبيها كويس جدا. من قوام الملوخيه بقى بعد ما تقلبيها كويس تقدري تحددي لو كانت محتاجه شوربه او لا، لانك لو حطيتي شوربه كتير من البدايه والملوخيه طلعت قليله فمش هتقدري ان انتي تنقذي الموقف لو ما عندكيش ملوخيه تاني. فعلشان كده قللي كميه الشوربه في البدايه. واول ما تقلبي الملوخيه كويس وتغلي معاكي غلوتين بس هتطفي عليها، بلاش تسيبي الملوخيه تغلي كتير، لان الملوخيه لما بتغلي كتير زي ما بنقول كده بتسقط، فما بتبقاش حلوه خالص. فهي غلوتين بس وتطفي عليها. والطشه طبعا بتاعه الملوخيه كلنا بنعرف نعملها. انا حطيت معلقه كبيره مليانه من السمنه البلدي، وكمان حطيت معلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم الناعم، معلقه صغيره من الكزبره الجافه. قلبتهم مع بعض شويه لغايه لما الثوم يتحمر، بس بلاش تخليه يتحمر ياخد لون غامق يعني علشان ما يغيرش طعم الملوخيه. خلي لونه يكون دهبي فاتح كده شويه بيكون احلى. وبس كده بشويه اضافات وتركات بسيطه عملنا احلى ملوخيه ناشفه بجد ممكن تعمليها. قوامها ولونها وطعمها حلوين جدا. وعلى فكره برضو الملوخيه الناشفه بطبيعتها كل ما بتبرد كل ما قوامها بيتقل، فلو انت هتعمليها وتغرفيها على طول مفيش مشكله، لكن لو هتعمليها وتركنيها شويه فاعملي حسابك بقى ان انت قبل ما تغرفيها لازم هتزوديها شويه شوربه. هو معقوله في حد فينا احنا كمصريين ما بيحبش الملوخيه ناشفه بقى او خضره؟ مش مشكله يعني، بس معقوله في حد ما بيحبهاش؟ لا ما اعتقدش، صعبه دي. ده كله الا الملوخيه يعني، ده عشق المصريين بصراحه. ودي بقى اللحمه بتاعتي بعد ما كملت التسويه بتاعتها، ما بقاش فيها غير شويه صوص. بيكون حلو جدا لما تطفي على اللحمه وهي لسه فيها شويه صوص، خصوصا لو انتي هتاكليها مع العيش يعني غموس وكده، فبيكون حلو جدا الصوص ده. وعلشان اديها بقى طعم الشوي يعني بما اننا في البيت ومش عارفين نشوي، فبخرتها كده بحته فحم، بس طبعا دي اختياري علشان انا عارفه ان في ناس كتير ما بتحبش الطريقه دي. انا زي ما انتوا شفتوا كده قدمتها جنب الملوخيه الناشفه، بس هي بتتقدم جنب حاجات كتير. ممكن بطاطس محمره بما اننا كده كده هناكلها بالعيش، ممكن برضو طاجن باميه، ممكن ويكا اللي هي الباميه الخضراء الصعيدي الحلوه قوي دي، ممكن رز بشعريه او رز ابيض مبهر برضو بيكون حلو جدا. على فكره لو انتم من عشاق البصل ممكن تزودوا مع اللحمه دي بصل برضو بيكون حلو جدا. ممكن تحطي معاها بصل من البدايه كده علشان لما يستوي معاها فهيدوب وهيبقى صوص. وبعدين وهي في نص التسويه كده او بعد نص التسويه كمان تقدري تزوديها كمان شرايح من البصل. دي بقى مش هتدوب، هتكون صحيحه كده وبرضو هتكون حلوه جدا في الغموس يعني زي كباب الحله كده. وبس كده وعملنا غدا وعملنا فيه لحمه بطريقه بسيطه جدا بمكونات ما فيهاش اي افتكاسيه خالص، بس كانت ريحتها جايبه لاخر الدنيا. اما طعمها بقى فبجد كان ولا احلى. جربوها بقى بالطريقه دي وانا واثقه ان شاء الله ان هي تعجبكم، وهو كمان نوع من انواع التغيير. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد، وما تنسوش اللايك والشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.